هذا الرجل، لكن أتكلم عن مسابقة الكأس، عن آخر المباريات في الدوري، عن تسديدة تؤكد بأن الأوضاع ليست جيدة يا أنشيلوتي. الغواصات الصفراء تبحر في مرمى ريال مدريد. سجلوا الهدف الأول، أول أهدافهم في المباراة من تسديدة قوية، الكرة تسكن الشباك. فياريال في شوط المباراة الأول السيطرة، التسديدات، الهدف، الكرة لفياريال الآن، المحاولة في قرب منطقة الجزاء، جول تشاكويزي يضاعف من جراح ريال مدريد. تشاكويزي أضاف الهدف الثاني، استفاد من الكرة تشاكويزي المباراة الثانية. لكن أنشيلوتي بعد قراءة يجد فريق الآن قريب من تقليص الفارق، وفعلها فينيسيوس جونيور، سجل هدف تقليص الفارق ليقرب ريال مدريد مرة أخرى من العودة في المباراة بعد أن وجد كرة في منطقة الجزاء بهذا الشكل. تمكن من استثمارها فينيسيوس جونيور، لعبها على الناحية اليسار، الكرة للريال من الجهة اليسار، عرضية بنزيما، العودة للريال، العودة للريال، عاد الريال عن طريق ميليتاو يسجل العودة. نعم، بدايتها كانت من كريم بنزيما، الراسية من بنزيما كانت صعبة، حاول مع يورينسن ومرور الآن وانطلاقة، تقدم في تمريرة ملعوبة على الجهة اليمنى إلى أسينسيو، مرر كرة في المكان الخطير، على الريال، أبو 7 أرواح ريال مدريد، تمكن من قلب الطاولة. نعم، هي لعبتهم المفضلة الأوقات الأخيرة، وقلب الطاولة على الخصوم، تمكنوا